لكن باش انت تمنع الصحفي يمد كلمه تاعو، شكون نتايا؟ شكون انت باش تمنع الصحفي يهضر؟ كما يقول المثل في الغرب تاعنا، اللي يدير الحريره يكمد بها مصرو مع الاخر، ما تصيب صحفيين، تصيب صحفيين تاعك برك. المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا لتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. وهم الآن من قلدوا اليوم المغرب، قلدوا الجزائر يا رجل، قلدونا في بالماضي الذي فزنا به بكأس إفريقيا يا أستاذ حكيم، شئت أم أبيت. تخلينا على حال نزيج في الوقت الذي لم يكن علينا أن نتخلى عنه، وحتى إن تخلينا على حال نزيج ما نجيبوش ناخب للاعبين نوعا ما يلعبوا كما يحبوا كما نقولوا، ومن بعد نطيحوا في مشاكل. جبنا بالماضي نفزنا به، جابوا ركراكي تقريبا نفس المدرسه حكيم، نفس بروفايل، بارك الله فيك، نفس البروفايل. كان هذا الكلام هذا الوقيته اللي تعاقد الاتحاد المغربي مع المدرب المغربي وليد الركراكي، وخرجوا كيقول لك بان قلدناهم وباننا تبعنا الاستراتيجيه ديالهم، مع العلم ان الاستراتيجيه راه درناها في 2004 مع بدو الزكي ودارها العديد من الانديه، ولكن هما باش يحشروا الانف ديالهم معنا دخلوا هذه الهضره هذه. اجي نسمعوهم دابا من بعد ما تالق وليد الركراكي في المونديال، وبعد ما دار داك المباراه الخياليه مع البرازيل، ومن بعد المستوى المتدني ديالهم اشنو ولاو كيقولوا على جمال بالماضي ديالهم اللي حنا قلدناه. سمع مزيان شنو ولاو كيقولوا له، ومن بعد ما كان وزير السعاده ديالهم ولا وزير التعاسه. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شوف هذه مسرحيه وراهي طالت، مسرحيه وطالت، ما تخدمش كرة قدم الجزائريه. ما راش هنا باش نتهموا طرف ولا اخر، ولكن هذه الوضعيه هذه ما تشرفش الطرفين، ما تشرفش الطرفين. اولا الناخب الوطني هو اول واخر ناخب وطني في العالم هذايا اللي ما يتقبلش الانتقادات، اللي ما يتقبلش الصحفيين يهضروا على واش راه يدير، على النتائج اللي راه يديرها الفريق الوطني، على المردود تاعو، ما يتقبلش، ما يتقبل اي نقد، ميم الا كان نقد ما يقبلوش. والصحفيين راهم يمارسوا في المهنه تاعهم، ساعات يخطئوا وساعات يجيبوا، لكن هذا هو كرة القدم. ما تقدرش تكون بدون مدربين وصحفيين، لازم يكون علاقة تكاملية. نعم، علاقة تكاملية لازم، يعني بدون مدربين تقدر تكون صحافة، تقدر تكون كاين عندنا اللاعبين، كاين مسيرين، كاين المتفرجين، كاين، ولكن الكرة، كرة قدم والمدربين واللاعبين والمسيرين بدون صحافة الأمر يكون صعيب، المأمورية تكون صعيبة، لأن الصحافة اليوم في هذه العشرية الأخيرة نهضروا على المستوى العالمي، هي دير عندها دور كبير في الترويج. بدون صحافة ما تقدرش انت تبيع المنتوج تاعك هذا، لأن كرة القدم المقابلات منتوج، ما تقدرش. اليوم لازم يكون تعايش، لازم يكون تعايش، كي يكون تعايش يكون تسامح، لكن أنا نشوفه من نوع من التشنت، واحد الراي تاعو برك، لا يا أخي. أنا ناخذ مثال برك، قبل افتتاح كأس العالم في قطر قريت استجواب تاع رئيس الاتحادية الفرنسي اللي استقال، نويل لو غريف، سقساوه قالوا له قبل ما بدات كأس العالم، قالوا له ديدي ديشان هل يكمل من بعد كأس العالم في قطر؟ قالوا على شرط واحد، لازم يخلص في لو ديرني كاري، يلحق النصف النهائي. إلا لحق النصف النهائي تاع كأس العالم هو اللي يختار يقعد ولا يروح، هو يختار ماشي انايا، الا حب يقعد ولا حب يكمل. ولكن لو كان ما يلحقش النصف النهائي تاع كأس العالم ما يقعدش على راس الفريق الوطني الفرنسي. وعلى من هو يهضر؟ هو يهضر على شخص اللي فاز بكأس العالم الأخيرة اللي جرات في روسيا، كأس العالم. حنا هنايا أشياء كيما هادو ولا ما تقدرش تقولهم، ما تقدرش تقول تعطي رايك اللي ما يعجبش. الصحفي ماهوش مديور باش يسربي لا سوب للونترينور ولا الجوار، ما يظلموش
الصحفي ماشي لازم يظلم، لازم يقول يمد رايه. ساعات يجيبوا على صواب، ساعات يخطي، لكن باش انت تمنع الصحفي يمد كلمه تاعو، شكون نتايا؟ شكون انت باش تمنع الصحفي يهضر؟ وين لحقنا هذه الوضعيه هذه؟ 4 سنين. كاش نهار سمعت انت هضروا تحدثوا على كره القدم محمد؟ سمعت نشتري كونفيرونس، سمعت هضروا على الفوتبول، على لي شوا تاكتيك، على شوا تاع لي جوار، لو روندو تاع لي جوار، لي كونديسيون اللي يلعبوا معاهم، لادفيرسير، ليبوليسيون. ما كاش يرفض مثل هذه الامور. ما كاش. لا عاود شوف انت الندوه الصحفيه تاعو من بعد التتويج خاصه تاع 19 في مصر. كان غير الجدل، وكان نوع من بين قوسين نوع من قريب العنف. تجي الندوه الصحفيه غير باش يعايروا في الصحفيين، ريحوا ترانكيل. حاجه ما تدوم فيها كره القدم، حاجه ما تدوم. جازوا ناس في العالم على راس اتحاديات وعلى راس فرق وطنيه، على راس نوادي، داروا نتائج، ولكن نهار النتيجه ما تمشيش، ما تكونش في الوقت تاعها، الرئيس ولا اللاعب الكابيتان ديكيب ولا الناخب يمشي، ماشي عيب. درك انت كون دير افراس تقول ما لعبوش مليح، تقول ما لعبوش مليح، ليكيب ناسيونال ما لعبش مليح، راك جهلت. يقول لك راك جهلت، انت راك عدو الفريق الوطني ومن بعد عدو الوطن. لا انت عندك حق الناس يحترموك، انت الناس يحترموك لان انت ولا غيرك راك ناخب، يحترموك، دير خدمتك. الناس ماشي لازم يديروك العراقيل، لكن انت ما تقدرش تعيش بدون كيفاش يقولوا لي رومارك لي زوبسيرفاسيون تاع لي جورناليست. قول لي انت هنا راني نشوف الصوره هنايا، شكون اللي انفونتا هذا التريك هنايا، هذه الملاقات بين الصحفيين والناخب الوطني في هذا اللي هنا في الشارع، يقولوا في الشارع. شكون؟ هذه ندوه صحفيه، واش يسموها هذه ان بوينت بريس. هذا ما يعاب. علاه وشحال داروا ان بوينت بريس مقبل، داروا الميكس زون مقبل، ساعات مقبل 12 ساعه ولا هم رايحين. واش راح يزيد يقول لك هنايا؟ شكون هذو المدبرين هذو؟ شكون المدبرين؟ هم يديروا باش يخلقوا مشاكل بين الصحافه والناخب الوطني. لا كل واحد في حده، ولكن انا نقول لك المره الاخيره الصحفي يدلي واش يخمم واش يفكر بلا ما يجرح بلا ما يقيس، ماشي على الناخب الوطني هذا، على كل الاشخاص اللي يشتغلوا في الحق كره القدم. لكن الناس اللي يشتغلوا الداخل ثاني لازم يحترموا الصحفيين. اليوم ولات مسخره، صحفيين يقولوا صحفيين ريحوا ترونكيل، وما ثاني صحفيين يقول لك هذاك المدربين. لا انت تقولوا انت ماشي صحفي وما عندوش حق يقول لك انت ماشي مدرب. وينادي المره الاخرى ينادي يقول انا نقول لهم يجوا الندوات الصحفيه. كنت تقولها مع الاول، كنتوا تنقيوا المحيط تاعكم مع الاول، ما تجوش ديروا دي ريغلومون دو كونت في كونفيرونس دي بريس تاعكم تعايروا الصحفيين. خليها لكم كما يقول المثل في الغرب تاعنا، اللي دار الحريره يكمد بها مصرلو مع الاخر. ما تسيب صحفيين تاعك برك اللي يمدحوا ويضربوا البندير. ما نسحقوش هذا الشيء هذا، ما نسحقوش هذا النوع من الصحفيين. نسحقوا الصحفيين بالاحترام، يجوا باحترام يطرحوا الاسئله تاعهم، انشغالات تاعهم. لكن الناخب الوطني لازم له هو ثاني يحترم هذه الناس، يحترمهم، لان اخرتها كاس افريقيا. هذاك المدير الناخب تاع مصر ربح 3 كؤوس افريقيا متتاليه، الشايب هذاك اسمه تاع حسن شحاته، لاعب كبير قديم، لاعب كبير في الفريق الوطني تاع مصر. لكن نهار الحق الوقت باش يغادر ما قلبش الدنيا ويروح يخليها النار شعله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.